احلى رز مصري ابيض مفلفل ممكن تدوقوه. لو اول مره تشوفوني انا الدكتوره سهى، اتمنى تشتركوا في القناه وتعملوا لي لايك وشير. السر كله في اني نقعت الرز من بالليل للصبح في ميه عاديه من الحنفيه، ده كوبايه رز، وغسلتها كويس جدا، نزلت كل النشا اللي فيه لحد ما الميه اللي نزلت منه بقت صافيه. في حله على النار حطيت معلقه واحده من الزيت وكوبايه ميه قد معيار الرز بالظبط، وحطيت الملح بتاعي ودوبته كويس قوي، وغطيت الحله بتاعتي لحد ما الميه غليت. نزلت بالرز على الميه المغليه وقلبته كويس جدا وغطيت عليه لحد ما اتشرب شويه. قلبته تاني وهديت عليه النار جدا وسيبته لما يستوي، ما بياخدش اكتر من 10 دقايق. وكده الرز بتاعي استوى. هنزل بنص معلقه سمنه احطها فوق الرز واغطي شويه لحد ما السمنه تسيح. هوزعها كويس قوي على الرز واقلبه حلو قوي واغطي عليه واسيبه دقيقتين 3. وكده الرز بتاعي خلص. هبدا اغرفه في البوله بتاعتي. مش قادره اقول لكم مفلفل قد ايه، وريحته جميله جدا ومختلف تماما عن اي رز ممكن تعملوه. قلبته بعد ما كبسته في البوله، وده كان الرز المصري الابيض المفلفل بتاعي اللي ولا اروع. اتمنى لو الوصفه عجبتكم تنفذوها وتكتبوا لي رايكم واسئلتكم في التعليقات، وبالهنا.